ايه الكلام الفارغ ده؟ كل ده عشان فيلم سقط؟ يا سعاد لو كل ممثل سقط له فيلم اعتزل مش هيبقى فيه ممثل في البلد. بص محمد رمضان بيعمل برضه شخصيتين، احمد زكي والسادات، هو مدخل الاتنين في بعض، جاب صوت السادات على رياكشنات احمد زكي. ازيكم يا جماعه؟ فيديو جديد. النهارده هنشوف كام مشهد من مسلسل السندريلا، وده كان بيحكي قصه الفنانه سعاد دوسني وعبد الحليم الأعرج. هنشوف كام مشهد كده من المسلسل ونقيم المشاهد دي. صباح دي مجنونة ما صدقت خدت عربون الفيلم الجديد وجريت مع اصحابها على اسكندرية قبل ما تبدأ تصوير، مع اني قلت لها ان كده غلط برضو ما سمعتش كلامي. ايه الغلط؟ بص، هو تحسه مدحت صالح هو بيجسد عبد الحليم حافظ، بس تحس ان هو عامل ميكس ما بين توفيق الدقن ووحيد سيف، ان هو شكله بعيد تماما عن عبد الحليم حافظ كده. مش المفروض انها تمشي؟ افرض احتاجوها في الفيلم في اي وقت، طالما مرتبطة بفيلم المفروض تبقى قاعدة. انا بموت فيه. وهو الدكتور كان كاتب لعبد الحليم حافظ ان هو عيان ياكل رز بس مفيش حاجه تانية جنب الرز. يعني هي من اول مشهد هي عماله تاكله رز بس، ولا هو الرز كان مفيد للهرسيا ولا ايه؟ انا متاكد انها تبقى كوميديانه ما حصلتش. طب كل بقى ربع ما بتتكلم. ولا هو حتى كمان مش عاجبه الرز، بس هو شكل الانتاج ضعيف. كانوا لموا، يعني هو عبد الحليم وقتها كان عايز يغيظها، كانوا لموا له جابوا له حمام ولا فراخ اي حاجه يحطوها جنب الرز. عاش العرب اللي في ليلة أصبح ولا حاجة. بص، احنا كنا بنقول ان هو عامل توفيق الدهن وحيد سيف او قلب على هنيدي في عندليب الدق. تصدقي لسه شاري لك جونيلا فستقي. يعني هو عامل نفس الكاركتر بتاع هنيدي في عندليب الدق، بس انا مش عارف المسلسل ده كان قبل عندليب الدق ولا بعده، يعني كان مين بيسف على مين انا مش عارف. حواليا ال100 مليون العربية ابنك يقول أنا حواليا. بص، هو تحس ان هو عمل عبد الحليم حافظ وهو عنده كهرباء زايد على المخ، يعني ده عبد الحليم حافظ في حاله الهيبره مش في الحاله الطبيعيه. انت الاستاذ عبد الحليم، انت صوت جميل وفنان حقيقي، وعشان كده هتوصل اللي انت عاوزه. تتوقعوا مين الممثل ده؟ يعني الممثل ده بيحيي شخصيه مين في مسلسل السندريلا؟ سهله جدا يا جدعان، ما عرفتوهاش؟ خلاص هعيد المشهد تاني ونشوف هتعرفوه ولا لا. انت الاستاذ عبد الحليم، انت صوت جميل وفنان حقيقي، وعشان كده هتوصل اللي انت عاوزه. فعلا زي ما قلتوا ده الاستاذ اسماعيل ياسين، بس هم تقريبا خدوا من خدود اسماعيل ياسين ادوها لعبد الحليم حافظ، وخدوا الوش الناشف بتاع عبد الحليم حافظ حطوه في اسماعيل ياسين. يعني انا مش عارف انتوا ازاي مش مقتنعين ان في شبه كبير جدا ما بين الممثل ده واسماعيل ياسين ده، حتى نبرة الصوت هي هم الانتاج لو كانوا راحوا لشبيه مبابي اجروا منه ناس شبه الشله بتاعت عبد الحليم حافظ، بس شبيه مبابي ما كانش موجود زمان. شبيه مبابي ده اي لعيب بيطلع جديد بيجيب لك شبيه ليه في يومين. هما ما صرفوش 2 جنيه ونص في الكاستنج عشان يجيبوا ناس شبه الممثلين او نفس الاداء حتى بتاع الممثلين القدام. ودي اللي جنبه دي طبعا الفنانه تحيه كاريوكا، وشكلها كانت ناويه تقدم وتغني مع امير عيد في البند. تعتزلي؟ فنان محمد حمدان بنفسه. تعتزلي يعني ايه يا سعاد؟ يعني اعتزل يا احمد، خلاص مش عايزة امثل تاني. ايه الكلام الفارغ ده؟ كل ده عشان فيلم سقط؟ يا سعاد لو كل ممثل سقط له فيلم اعتزل مش هيبقى فيه ممثل في البلد. بص محمد رمضان بيعمل برضه شخصيتين، احمد زكي والسادات، هو مدخل الاتنين في بعض، جاب صوت السادات على رياكشنات احمد زكي. سواء قال لك برضه عبد الحليم حافظ عامل 3 شخصيات جت عليه هو يعني. مش عايزة اشتغل. هي منى زكي هي اللي عامله الدور عادي، احنا ما اتكلمناش على منى زكي لحد دلوقتي، ان منى زكي بتمثل بطبيعتها. يعني هي في تيمور وشفيقة كانت بتمثل بالاداء ده عادي جدا، فهي ما حطتش نفسها في اي غلط. الحقيقه الوحيده في حياتنا هي شغلنا. يعني انت بس اعصابك تعبانه، ريحي لك يا ستي كام شهر لو. انا حاسس ان هو هيجي يقول دلوقتي وكسبنا الحرب في 6 ساعات. يعني هو عامل ميكس ابن لذينه، بس هو هو بيقلد احمد زكي عموما، فهو شكله كان بيقلد احمد زكي لما كان احمد زكي بيقلد السادات. سعاد، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يا جدعان هو الفنان وحيد سيف يا جدعان، هو شكله كان بيقدم شخصيه الفنان وحيد سيف. انا من سعاد انا بحب. ايه اللي انت قلته ده؟ انت بتتكلم بجد ولا بتخرف من الادوية والمسكنات؟ يا جدعان انا عرفت المسلسل ده كل القنوات ما كانتش بتعرضه ليه بصراحه، هم كانوا خايفين على صحتنا الانجابيه وصحتنا العامه، فما كانوش بيعرضوا المسلسل ده، بس هو اتسرب منه حتت في الفتره الاخيره فالناس ابتدت تسف عليه. الجدعان عن الناس الأكابر كابر. المؤدبين المتربيين
بص هو هنا المفروض دي برضه تحية كاريوكا. تحية كاريوكا ايه اتبهدلت معانا، ولا دي كانت طالعه مين؟ هم المفروض عاملين مشهد كان في فيلم خلي بالك من زيزي، وكانت المفروض برضه دي طالعه امها تحية كاريوكا. هم طلعوا بشخصيتين بس. ركائح الجداوي عامله شخصيتها لما كانت طالعه اخت الحناوي في كركر، يعني هي ما عملتش اي جديد في شخصيتها. انا مش عارف هو كل واحد طالع يعمل شخصيتين في المسلسل ده ليه؟ يعني بصوا الاداء، لو حد فاكر فيلم كركر هيعرف من الشكل ده، هي حتى طلعت بنفس البرو. الجدعان، عن الناس الأكابر، كابر. المؤدبين المتربيين. بص الراجل اللي ورا قرفان زي بالظبط، يعني هو ده يمثلنا كلنا ان هو متضايق من العبث اللي بيحصل، بس هو عشان يمشي يومه وخلاص. من أنت؟ نعم، احنا ما اتفقناش على الريبورتاج يا مفيد. سعاد حسني وكيف كانت؟ والله يا جدعان ده الوحيد اللي عامل شخصية مفيد فوزي بس، يعني مش عامل اي شخصيات تانية معاه. هو شخصية مفيد فوزي كان كلح كده فعلا. البداية. مفيد بس هو تقريبا عشان يمكن كان اي حد بيعرف يقلد مفيد فوزي، مش عارف، بس هو ده لحد دلوقتي هو ماسك شخصية واحدة بس. سعاد وحشاني. بص هو رجع لشخصية وحيد سيف تاني. شك ده ايه؟ عشان كده كنت هتسافر من غير ما تسافر. يا جدعان المشهد كله في حتة والصورة اللي ورا دي اللي هم عاملين فيها ان هو بيقلد عبد الحليم حافظ في حتة تانية خالص. يعني هو لو حد متأثر بالمشهد وصعبان عليه عبد الحليم حافظ هيشوف الصورة اللي ورا دي هيموت ضحك. وايه حكايه بقى انك متعصب ومتضايق دي؟ هو انت اول مره تسافر؟ ده انت متعود على سفريات العلاج دي على طول. بس يا ريت ما تكونش اخر سفر. يا جدعان هو وحيد سيف وربنا يا جدعان. بص هنا عمل عبد الحليم حافظ لما اتصفى الحرب فبقى عبد الحليم العرج. هو ما دخلش الحرب بس بقى اعرج، بس هو عبد الحليم حافظ ما كانش بيعرج، يعني ما كانش عنده اي اصابه في رجله بصراحه. بس هو بيغطس في الارض، يعني هو في ركبه اعلى من الركبه مثلا ب 20 30 سم. برضه الفنان بص داخل بيقدف برجليه، بس تحس ان هو ايه بيغطس في الارض. بصوا اهو ده غطستين وصل الاوضه. عقبالك يوم ميلادك لما تنولي ايه مالك، انت اتضايقت ولا ايه؟ كل سنة وانت طيب. سعاد وانت طيبة. بصوا هتحس ان ده ايه مش اداء سعاد حسني، دي منى زكي في تيمور وشفيقة جه، ونفس المشهد ده اتعمل في تيمور وشفيقة. ممكن اكتب؟ عبد الحليم حافظ؟ لا أنا ليا حق أصورك بجد. عبد الحليم حافظ في استوديو تصوير وهو ما بيمثلش فيه؟ انا مش مصدق. بصوا ده احمد رمزي جدا، طالما شمر القميص النص كم فكده احمد رمزي، يعني ما نقدرش نقول حاجه عليه. بس كده دي تكون نهايه الفيديو بتاع النهارده صغير، وممكن نعمل جزء تاني لبقيه المسلسل، بس عشان الفيديو بتاعنا ما يطولش ممكن نقسمه بقى نعمل جزء تاني او جزء تالت. وبس كده، لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناه.